قلبي. اجي البوري اللي انا هعمله فسيخ. طبعا انا من ساعه الصبح لما جبته ونضفته وغسلته، يعني اهم حاجه في التحشي ده غسلته وحطيته كده باكل تحت عشان يسرد الميه بتاعته. بصوا سرد الميه بتاعته ايه. هبتدي بقى دلوقتي اخلي معايا. دلوقتي جبت ملح رشيد واللي هو بحر اسمه ملح بحر، ده اللي انا هخلل بيه. بصوا بقى، اللهم صل على النبي. بصوا السمكيه يا جماعه، بصوا السمكيه تعتبر كيلو الا ربع، كبيره ما شاء الله اهو. بصوا طبعا هي انا كنت عايزاها تنشف كده، رشيت عليها رشه ملح. وطبعا معايا سردين برضه هخلله اهو. السردين برضه رش عليه ملح وبقه كان تحت عشان يصد الميه بتاعته. هنعمل بقى هنا ايه، هعمل له نظام تدليك وهعمل له نظام تنظيف هنا اهو. بصوا يا حبايبي، اول حاجه بعمل كده اهو. طبعا هو مغسول بس بقى عشان لو نزل اي حاجه طبعا بدخل كده واغسل وامسح كل الحاجات دي. ماشي يا حبايب قلبي. اهو. اللهم صل وبارك على نبينا محمد. افرش كيس وتكون المناديل اللي انا هطلعها دي اهو كده كده جامد، ما خليش فيها اي حاجه. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي. اهم حاجه بقى النظافه والكلام ده من اي حاجه. انضف وامسح اهو. بصوا باجي منشف، ما اخليش فيها اي حاجه، وافتح بقه من هنا كده اهو. ادخل المنديل من هنا برده كده، ابرمه وادخله كده وامسح كده جامد اهو. بصوا مخليش فيه اي حاجه من الايه سايله. بعد كده امسح جسمه، هو ما فيهوش اي حاجه. الملح، اعمل عمليه تدليك كده، ادوس كده على الجنب ده كده اطري ان هو نشف. طبعا في ظهر حاجه اهي سوايد، بمسح وانشف برده كده، هو ما خليش فيه اي حاجه. اول ما بدوس كده يبتدي كده لو في حاجه في بطنه بتطلع اهو. وابتدي احرك ده كده بالراحه، الديل ده احركه كده لحد لما يبقى عامله زي الخصايه. السمكيه تبقى عامله زي الخصايه معايا اهو. بصوا لازم تطرى، وادوس عليها كده بايديا كده اهو اهو كده. بصوا دي اسمها مساج، عمليه تدليك للسمكه اهو، عشان طبعا هي ناشفه وملحفه. بصوا بطريها بقى كده عشان لما تيجوا بقى تستوي تبقى بقى اللحم من جوه بقى ناعم كده، عامل زي الزبده كده مش مجلد. تستوي بقى كده وتبقى لحمها حلو وطري. بصوا بقى المنظر ده اهو كده. تدليك تدليك، بصوا تدليك تدليك للسمكه لحد لما السمكه تطرى تبقى عامله زي الخصايه معايا. هي كلها كانت ناشفه، دلكتها اهو. شفتوا بقى ازاي اهو. طبعا انا ما بخليش فيها اي حاجه يا جماعه، اي حاجه ما بخليهاش فيها عشان الصينيه كبيره من ورا في المطبخ بسرعه بس. بصوا يا جماعه ما بخليش فيها اي حاجه. ايه بقى اللي هعمله بقى هنا اهو. اللهم صل على النبي. كده خلاص السمكه تريت اهي. بصوا تريت، بصوا اهي كانتش عايزه تمشي. عكس دي، شوفوا دي عامله ازاي، ناشفه لسه مع الحاجه. بصوا عاملين ازاي، وجهي معوجه من كتر ما هي ناشفه. كل ده بيتظبط. مساحه الصينيه. نحط بقى الملح ده كده، بنيجي بقى هنا اهو كده نحط اهم حاجه ده ملح عليه شطه. ما بيعملش اي حاجه اكتر من كده، ادي ملح عليه شطه. تحشوها كده جامد على قد ما تقدروا الملح. بصوا بصوا يا جماعه اهو، ملح بشطه. تروحوا ماسكين دي كده وتفتحوا البق وتروحوا مدخلين هنا بقى بق السمكه اهو. يلا يا بنتي. ماشي متشكرين اهو. بصوا حشيت بقها كله وبقها من هنا يتحشي، مفيش اي حاجه تاني. بحط بقى كل سمكتين في كيس، هكمل بقى الكميه دي كلها بنفس الطريقه واجي لكم تاني.
اللهم صل على النبي، اللهم بارك. طبعا كل ده اتنضف بالمناديل زي ما شفتوا، واتحشى هنا واتحشى هنا. بصوا في الملح اهو، هنا اهو بقيت ادخل مناديل من هنا خارجه من هنا، وانشف الحاجات دي كلها. وهنا طبعا عملت التدليك بالطريقه دي كده. بص طريقه ازاي السمكيه، عشان لما تستوي السمكيه يبقى قلبها ايه، ناعم وحلو كده. احنا هنحطه بقى في الاكياس، هنحط كل واحده عكس التانيه بنفس المنظر ده كده. نحط كل 3 مع بعض اهو، كل واحده عكس التانيه نفس الطريقه دي. بصوا بقى هعمل ايه، هكركب بقى كده. لا بص يا رب كده بقى تاني. ادي كمان رشه ملح. انا الملح ده بشطه وحطيت عليه معلقتين زيت عشان يبقى ناعم. مش هحط ملح كتير لان انا عشان اخششه مش عايزاه يبقى حادق. بقى نظام الكلفتة دي. شنطة تانية بجيب حتى الشنط المقطوعة وبحطها بعد كده، احطها في شنط سليمة كذا لفة يعني كده. كده لازم يكفي جامد كده. وهم كلهم مع بعضهم احطهم في شنطة واحدة كبيرة. اجيب، اللهم صل على النبي، في شنط تانية وقفي. بصوا يا حبايب قلبي، اللهم صل على النبي، كده كل لفة اهي فيها 3، لفيتها في اكياس، حطيتهم بقى الاتنين جنب بعض اهم. بص الكيس ده لو عاملة كده تيجي بقى تلفت كده كله مع بعضه اهو، لفة واحدة عشان مش هعمل بقى كذا لفة اهي، لفة واحدة. هجيب شنطة تانية اهو، كيس تاني اهو بدخلها برضو كده. بس البلاء على البتاع. بصوا اللفة بنت اللذينة دي كده. وهنجيب واحدة تاني بنفس الطريقة ندخلها برضو فيها. هنحطها بقى بالعرض كده اهو. بكره بقى جامد على قد ما تقدروا كده. اهو رباط بقى او حته قماشه او اي حاجه، وهلف عليها اربطها كلها، وبعدين هتتحط في صاج بتاع الميكرويف بالمنظر ده كده. وبعد كده النهارده هيبقى هنا، تاني يوم الصبح هقلبها كده على الناحيه التانيه، اليوم اللي بعديه اقلبها كده. كل يوم افضل اقلبها شمال يمين علشان خاطر السيوله تنزل في كله، تبقى في كله ماشي. وبعدين اللهم صل على النبي، بعد 10 ايام ان شاء الله افتح عليه او 12 يوم هيكون استوى بقى زي الفل ماشي. ما تستعجلوش عليه لان السمكيه كبيره، السمكيه كبيره بتقعد لها 12 يوم 15 يوم مش هيحصل لها اي حاجه، تضمنوا ان هي نعمت وبقت حلوه ماشي يا حبايبي. وادي الفسيخ، واشوفكم بقى في فيديو جديد واعمل لكم الاحسن والاحسن. ولو عجبكم الفيديو الجميل الحلو ده ما تنسونيش بقى في اللايك، وتعملوا لي بقى ايه، متابعه. واهم حاجه صلوا على النبي في التعليقات، واوعوا وشك.